مسيرته في بطولة كأس العرب بفوز كبير على منتخب جزر القمر ب3 أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة الثانية. نشاهد. We played the game but the right way, I guess, and inshallah we are try to win. We are trying to win the 2 games. You know, it's not easy to play with Morocco, but you are trying the best to play. But it's like that. It's the game. It can change. The game is like that. You play. You try the second half you try the second half to have a lot of chances to score. But it's like that. It can change. What do you think about your opportunity, your chances to, let's say, try to qualify from this tough group, Saudi and also Oman? I'm saying it's not easy because you are trying the best to come here, and then it's still more game to play again. You are trying to work hard again because it's not easy. I go to play in a lot of game again, a big team again like Morocco, but also you are here to play also because you are come to us. You want to go far. You know, you want to go to play the cup final, everything. You know. كنبغي نهنئ جميع الجماهير المغربيه سواء اللي حضرت معنا اليوم سواء اللي شاهدوا المباراه في التلفاز. خليني نكون معك صريح، فوز مهم جدا بالاخص في المباراه الاولى اللي تفتح لك وتخليك انك تلعب يعني باريحيه في المباريات القادمه، لانه لازم تفوز. انت شفت المفاجات اللي كانوا يوم امس، المنتخبات اللي لعبوا الكل كان يرشح المنتخبات الاخرى اللي خسروا. هذه كأس العرب، خلينا نكون معك صريح، جميع المنتخبات مرشحة أنها تفوز بهذا اللقب. نحن حاليا خلصنا مباراة، باقي لنا تقريبا 5 مباريات للنهائي نحسبها بهذه الطريقة، ونحن الصراحة متفائلين إن شاء الله خير، لأن بحكم أنني لعبت النسخة اللي طافت واللي خسرناها ضد المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري في الضربات الترجيح في الربع النهائي. إن شاء الله تكون من نصيبنا هذا الموسم، ونخليو الجماهير المغربية تكون مبسوطة معنا وتفرح. بالأخص مؤخرا المنتخب جميع الفئات، المنتخب الوطني بتاعنا يقدموا أداء في المستوى، وإن شاء الله نكونوا احنا من ضمنهم، وإن شاء الله نفرح الجماهير ديالنا. دائما شعور جميل انك تلبس هذا القميص وتمثل المغرب سفيان، وايضا الاجمل انك تسجل هدف في افتتاحيه هذه البطوله. الكره وهي جايه انا قلت جول لان عرضيه مثاليه كانت مال سفيان. شوف خليني اكون معك صريح يا كابتن، انا احمل هاي القميص وبفخر، وهو تشريف وتكليف. انا مبسوط كثير انني كنت واجد مع هذه المجموعه. لما تلعب مع منتخبك تحس بانك تلعب يعني لوطنك، وتلعب يعني 40 مليون نسمه. فلي الشرف انني نكون موجود اليوم في المباراه الاولى ونفتتح الجول الاول، وان شاء الله نبغي المشكورين الزملاء ديالي والطاقم التقني اللي صراحه يشتغلوا على هاي الجزئيات، وكنبغي ان شاء الله نقول بانه القادم افضل ونكمل على هاي المنوال ان شاء الله. نبغي نشكر اللاعبين ونشكر الجمهور المغربي اللي كان حاضر بقوه. كان المبتغى ديالنا في هذه المباراه هو اننا نحققوا 3 نقاط. الحمد لله تأتت لنا 3 نقاط. الحين لازم ننسى المباراة، نشتغل على الأخطاء ونزيد نصحح الأشياء اللي لازم تصحيح ديالها، وإن شاء الله في هذه المباراة هذه اللي جاية أننا نقولوا الكلمة ديالنا، ولما لا إن شاء الله أننا نحققوا 3 نقاط. تعودنا نشوفك مهاجم في دورينا، اليوم شفناك جناح يمين. كريم كلمنا عن هذا المركز، وتسجيلك هدف بقميص المغرب أكيد شعور جميل وكبير جدا. بطبيعة الحال فلاعب كرة قدم لازم يؤدي جميع الأدوار تقريبا، يعني الحمد لله يعني في المنتخب ولا في الفريق. انا اذا كان احتاجني الفريق في اي مكان ما راح البي النداء، يعني ما عندكش انك تقول لا لانك لاعب كرة قدم. الحمد لله المبتغى والاهم هو تحقيق 3 نقاط. كان اهم شيء هو انني يعني نساعد الزملاء ديالي في هذه المباراة هذه، وتسجيل مع المنتخب الوطني هذا كيعطيك حافز وشرف لي كبير انني نسجل ونكون حامل قميص المنتخب الوطني، وان شاء الله هذه البدايه. طبعا اول حاجه مبروك علينا، الاهم هو 3 نقاط كنهديوها للجماهير الغفيره اللي جات ساندتنا. طبعا المباراه ما كانت سهله في الاول، حنا بقينا
يعني دخلنا الماتش بواحد الجديه كبيره، اننا اول حاجه ناخذوا 3 نقاط. داكشي اللي اتى لنا الحمد لله، سجلنا في 15 دقيقه الاولى، سجلنا الهدف الثاني والهدف الثالث في الشوط الاول، اللي الحمد لله عطانا اريحيه اننا ندخلوا في الشوط الثاني، اننا الحمد لله ما نديروش افور كبير. داكشي سالينا في الميطه الاولى. دخلنا جرينا الشوط الثاني،